السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير واحسن حال. في فيديو النهارده هنعرف فيه ازاي ننظم وقتنا وكمان نعمل جدول للمذاكره، بحيث ان احنا نلحق نذاكر اللي علينا، وكمان لو عندنا محاضرات متراكمه علينا نلحق نلمها. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا على السريع. طبعا كلكم حاسين ان انتم متاخرين جدا ومش عارفين تذاكروا، وحاسين ان الوقت معاكم مش كافي، وده بسبب الدروس والمدرسه والكليه. فتعالوا اقول لكم ازاي ننظم وقتنا صح ونلاقي الوقت الكافي علشان نلحق نذاكر فيه. اولا لازم نظبط نومنا كويس علشان اليوم يكون معانا كافي ومش هنضطر ان احنا في النهار ننام. فحاولوا على قد ما تقدروا انكم انتوا تناموا بالليل كويس. وطبعا احنا في رمضان فمعظمنا بيسهر ومش بينام غير بعد الفجر. فانت لو انت بتروح الجامعة او المدرسة مش هتركز جدا، وده عن تجربة، لان انا كنت بروح الكلية وكنت بطبق في يومي، ما كنتش بنام بالليل كويس او ما كنتش بنام الا لما باجي من الكلية. كنت بنام في الطريق وفي المحاضرات، فكده ما كانش نافع معايا خالص، وكنت بقى ما كنتش بستفاد جدا من المحاضرات، وبروح انام يا دوبك لتاني يوم لحد الظهر وخلاص. ولو انت مش بتروح الكلية او المدرسة وكمان دروسك متأخر، فنام عادي بعد الفجر واصحى الساعة 11 وابدأ يومك. بس حاول على قد ما تقدر انك انت تظبط حكاية نومك دي، يعني لو انت بتروح المدرسة او الكلية لازم تنام كويس بالليل. حاجة لازم تحدد لنفسك انت هتعمل ايه النهاردة ومشي يومك على كيفك، تمام؟ بمعنى ان النهاردة انا هعمل كذا وكذا، يعني هذاكر مثلا اول فصلين احياء وهقرا الاذكار والورد وهرجع مثلا على حاجة قديمة. مش هضيع وقتي في الحاجة اللي انا كنت بضيع وقتي فيها، تمام؟ فكلكم عارفين ايه اللي بيضيع وقتكم اكتر فيه، فحاولوا على قد ما تقدروا انكم انتوا تمشي يومكم على كيفكم ويكون اليوم بتاعكم منجز، وانكم انتوا تبعدوا نفسكم عن اي حاجة بتشتتكم وبتاخد وقتكم، تمام؟ تالت حاجة، لو انت بتضيع وقتك واليوم كله على التليفون قلل منه واستغل الوقت اللي انت بتضيعه في المذاكرة او هواية انت بتحبها. مرة مع مرة هتلاقوا نفسكم مش بتفتحوا البرامج دي، وكتير مش مهتمين بالتليفون لانه عندكم اولويات اهم بكتير من التليفون. والفترة الجاية بإذن الله هنزل لكم كتب تطوير، وكمان لو انت بتحب الكتابة هكتب لكم او هنزل لكم الفيديو بتاع اساسيات الكتابة وازاي تكتب صح، واقول لكم عن هوايتي واحكي لكم شويه عن نفسي. فحاول انك انت تكتشف هوايتك وتشوف انت بتحب ايه واعمله، يعني بدل ما بتضيع وقتك على التليفون شوف هوايتك مثلا في الرسم، في القراءه، في الكتابه، في اي حاجه انت بتحبها. وبدل ما بتضيع وقتك فيه على التليفون، لا، تشوف الهوايه دي وانك انت تنميها وتبدا تطور في هوايتك دي، تمام؟ ونيجي بقى لاخر حاجه، ازاي اعمل جدول يومي يكون سهل وما يكونش صعب علشان اعرف انجز فيه كل حاجه، تمام؟ لو انت عندك دروس متراكمه عليك حاول انك انت توفق بينها وبين الجديد. طب ازاي اعمل جدول واوفق ما بين الجديد والقديم؟ كل واحد فيكم عارف هو فاضي امتى وبيدرس امتى، والوقت اللي هو بيهدره والوقت اللي هو فاضي فيه. فالصح انكم انتوا تخلوا 8 ساعات نوم وساعتين صلاة واذكار وورد القرآن و7 ساعات دراسة، وهيبقى معانا 8 ساعات كمان. خدوا منهم 6 ساعات مذاكرة وساعتين خلوهم بقى فون والحاجة اللي انتوا عايزين تعملوها، تمام؟ ده اسهل حاجة انت هتعملها، يعني حدد الجدول على حسب الوقت اللي انت فاضي فيه، تمام؟ بس كده وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش انكم انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. باي.